اليوم خبر دمج ناديي الأخوية ونادي الجيش القطري. وهنا محاولة كرة تلعب، هذه خطيرة، فرصة، هدف من الكاميروني نونغ ألويس نونغ. نعم تقدم واستغل خطأ من دفاعات نادي الأخوية، وبالتالي الكاميروني لاعب ليفانتي سابق نعم يتقدم الآن. هذه الكرة اللي كانت للأمام وجاءت بعد ذلك جاء المرور والعرضية. هنا خطأ كبير من جانب خالد رضوان هنا حاول إبعاد الكرة الماضية بالرأس، لكن الاستقبال كان من الكاميروني نونغ الذي تقدم وسجل. بالتالي ضياف محاولة قائمة لعلي حسن عفيف، يأتي بكرة بعد ذلك للكوري نام تايهي، ممكن يسدد جميلة، الله هو لما استلم شكل الاستلام في هدف، طريقة الاستلام ورفع راسه وناظر المرمى، تعلم أن هناك هدف في الطريق. هذه اللحظة خلاص الأمور انتهت. يا سلام، يا له من هدف ويا لها من لوحة فنية جميلة. بعض الأهداف تتعدى مرحلة أن تكون هدفا لأن تكون لوحة فنية جميلة بالفعل. شوف القرار والتنفيذ، وكانت بالتالي تعانق الشباك، تتهاب إلى هدف ثاني. كرة من نام تايهي مرة أخرى، محاولة المرور، هذه جميلة، هذه عرضية، هذه خطيرة، جول ثاني للأخوية. المعز علي نعم يحول خسارة الأخوية إلى فوز الآن وتقدم. طبعا مو بفوز لأن المباراة ما انتهت، ولكن يحولها إلى تقدم. شوف هذه اللعبة، ودائما نام تايهي كلمة السر في تقدم نادي الأخوية. سجل هدف التعادل وصنع الهدف الثاني قبل قليل للمعز علي، وبالتالي يتقدم الأخوية، وتقدم منطقي ومستحق تماما. وكيف كان الحال وكيف تغيرت الأحوال. الأخوية كان متأخر في هذا الشوط، الأخوية كان يضيع فرص يا المعز علي، لكن ما حدث بعد ذلك. نام تايهي